إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ عمرك فكرت ازاي الشركات الكبيره بتجمع بيانات العملاء وبتجيب الاف الليدز كل يوم من غير ما تدفع فلوس اعلانات؟ في الفيديو ده هوريك ازاي تعمل نفس الفكره من غير ما تصرف دولار واحد ولا جنيه واحد. كل اللي هتحتاجه جوجل شيتس، جوجل مابس، وطبعا معانا NetN اللي هيعمل الاتمته دي بالكامل من غير سطر كود واحد بس. دلوقتي كل البيزنس محتاج ليدز، سواء انت مطعم، سواء مكتب عقاري او ستارت اب، او حتى اي بزن اي نوع بزنس، حتى لو كانت قهوه او كافيه. الناس عادة بتدفع آلاف الدولارات في إعلانات زي جوجل أو فيسبوك عشان تجيب الليدز، أو مثلا بتختار مثلا حاجة زي سيلز فورس بالسيرفيسز بتاعتها عشان تعرف تدير لها الكلام ده كله وتعرف تعمل جنريشن للليدز بتاعتها. أو حتى ممكن مثلا تروح لشركات ماركتنج أو اكوزيشنز أو الحاجات دي كلها عشان تعرف بس تجيب لك الليدز اللي أنت محتاجها. وبتدفع وتلاقي نفسك في الآخر بتدفع فلوس كتير جدا. الناس عادة بتدفع آلاف الدولارات في الحاجات دي كلها، لكن احنا هنستخدم ادوات مجانيه بالكامل ونسيب الانت ان يعمل هو كل الشغل التقيل بالنيابه عننا. قبل كده علشان انت كنت تجيب ليدز نفسهم كنت محتاج تجمع فريق يدور لك بطريقه يدويه او ادوات مدفوعه زي اللي احنا قلناها. دلوقتي مع الاتمته والنو كود تولز زي الانت ان، اي حد يقدر يعمل ورك فلو محترم يوفر وقت وفلوس، وده ترند عالمي. الاي اي زائد الاوتوميشن هم اللي بيكسبوا الشركات الملايين. هوريك ازاي الورك فلو في الاخر هيبقى عندك جوجل شيتس مليان اسم بالايميلات اللي انت محتاجها، وكل ده معمول اوتوماتيك من جوجل مابس. كل ده وانت قاعد من غير ما تعمل حاجه غير الاعدادات او السيتنجز اللي هنعملها النهارده هي مره واحده بس. خليك معايا للاخر علشان هوريك ازاي تعمل الكلام ده كله خطوه بخطوه ويكون عندك نفس الورك فلو ده في ايديك انت كمان. نبدا. هكلمكم عني شويه. انا عبد الرحمن، انا اشتغلت كسوفت وير انجينير، اشتغلت في اكتر من شركه في اكتر من بلد لكذا سنه، ودلوقتي عندي البيزنس بتاعي سوفت وير كومباني. عندنا اكتر من بروجكت من اكتر من كلاينت في اكتر دوله من العالم كله. بقالنا اكتر من سنين، فقلت خلاص طب ابدا الاي اي لاب بالعربي علشان عشان نقدر نفهم الناس او ندي للناس دروس او ليكتشرز او توتوريالز في الوطن العربي كله ازاي يفهموا وازاي يشتغلوا بالحاجات الليتست تكنولوجي زي الانتن. وعملت كوميونتي زي ما انتم طبعا شايفيني على اليوتيوب، ودلوقتي عامل كوميونتي على حاجه اسمها school.com. ده علشان نقدر نفيد الناس واقدر نساعد الناس في العالم العربي كله. الناس تقدر يتعلموا ازاي يستخدموا التكنولوجي ويكسبوا منها. وهتلاقوا هنا برضو كل حاجه موجوده وهتنزل جديد. يعني هنا هتلاقي عندنا في الكلاس روم احنا بننزل الاوتوميشن، الكورس بتاعنا اللي احنا بننزله، بس هنا هننزله بتفاصيل اكتر شويه. وهتلاقي هنا في الريسورسز تقدر تنزل الورك فلو بتاعك، بتعمل له داونلود، وبعد كده بتعمل له امبورت في الانت ان في الانت ان بتاعك اللي انت بتستخدمه سواء هنا او في اي مكان تاني. وهتلاقي هناك برضو هتلاقي عندنا كل التمبلتس على كل الحلقات اللي فاتت وكل الحلقات اللي جايه. هننزل كل الحاجات دي كلها في الكوميونتي. هنا عندنا هنبدا نتكلم مع الناس ونشوف اي حاجه الناس عايزاها، وهرد عليكم بنفسي في كل حاجه انتوا عايزينها. واي حاجه ليها علاقه بالمجال التك او الاوتوميشن انا معاكم فيها. وهتلاقوا هنا برضو كل حاجه ليها علاقه بالورك فلوز اللي احنا اشتغلنا فيها قبل كده في الكلاس رومز بتاعتنا في الكورس ده او في الكورس الاي اي اللي احنا هننزله. هتلاقي كل الورك فلو، تقدر تنزل اي ورك فلو انت عايزه وتعمل له سيت اب عندك على طول، او تعمل له امبورت عندك على ان ان هيشتغل على طول معاك دايركت. دلوقتي هنا نيجي بقى السؤال المهم، احنا ليه بنستخدم ان ان؟ ان ان دلوقتي هو الترند العالمي اللي في العالم كله. لو احنا هنا جينا بصينا على جوجل ترندز هتلاقي ان لو جينا مقارنه في الاوتوميشن على ان ان او ميك دوت كوم او زابير، هنلاقي ان 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 هو اللي مكتسح على الورلد وايد كله، على العالم كله. هتلاقي هو رقم واحد. هو الترند دلوقتي هو حاجه اوبن سورس من غير اي فلوس، تقدر تبني عليه الورك فلوز بتاعتك، حاجه شبه زي بير وكل حاجه، بس هو ببلاش. بيديك فلكسبيليتي رهيبه من غير ما تحتاج اي كود ولا اي حاجه خالص. فهو عنده كل الانتجريشنز وعنده كل حاجه، عشان كده احنا بنستخدم الانت ان. هنمشي دلوقتي مع بعض خطوه بخطوه ازاي نستخدم الجوجل مابس، الجوجل مابس جاست كلينك
عشان نقدر نجيب بيانات الشركات او بيانات الاماكن اللي احنا عايزين نروحها، وازاي نخزنها اوتوماتيك في جوجل شيت بالطريقه دي زي ما احنا شايفين هنا كده. ازاي نخزن الداتا بتاعتنا في الايميلات هنا كلها، وازاي نكرر العمليه دي كلها في اي نيش او اي اندستري احنا عايزينها، سواء انت عندك مطعم، عندك عياده، عندك سوبر ماركت، او عندك اي حاجه عايز تجيب الداتا بتاعت الناس اللي حواليك دي كلها، هتجيبها من عن طريق الورك فلو ده. خليكم معايا ندخل خطوه بخطوه فيه. زي ما احنا هنا شايفين الموضوع بيتقسم معانا على 3 ستيبس او 3 خطوات. من اول ما نبدا هنبعت له انت هتروح انهي منطقه علشان تجيب منها الحاجه اللي احنا عايزينها، لحد ما نخلص البروسس عشان نقدر نفلتر الداتا دي كلها وناخد معانا الفاينل اوتبوت بتاعنا اللي هو ده، اللي هو الايميلات اللي احنا بندور عليها، ودي تعتبر الليدز اللي احنا بندور عليه. لو احنا جينا هنا عملنا ستارت عملنا تريجر ليه، لو احنا جينا هنا بصينا اول حاجه هنعملها هنعمل سكرابنج، لازم ناخد اللينك بتاعنا او الداتا بتاعتنا نحطها في الورك فلو بتاعنا. واول حاجه هنا هتلاقيها اللي هو ال HTTP request. ال HTTP request لو انت جيت عملت هنا سيرش هتلاقي موجود هنا عندك على الجنب HTTP request. بنظبط الميثود بتاعتنا وكل حاجه. الميثود اللي احنا مستخدمينها هنا هي get method، ومدخل اليو ار ال بتاع جوجل مابس اللي هو google/maps/search، وبنديله المكان اللي احنا عايزينه. طبعا احنا عايزين لو احنا مثلا في السعوديه بنكتب جده، لو احنا في القاهره بنكتب مثلا كايرو، عشان هو طبعا ما عندوش السبيس، عشان كده بنحط بلس. فاحنا هنا لو حطينا مثلا نيو كايرو اللي هو القاهره الجديده ده في القاهره، او خلينا نقول نيو كايرو بس القاهره الجديده، وقلت له هات لي كل الدنتست اللي عندك. اول حاجه لازم اعمل لها سيت اب هنا، لازم اقول له اجنور الاس اس ال ايشوز علشان ما يقفليش في كل مشكله او ما يرجعليش اي مشاكل. وتاني حاجه بقول له خلاص هات لي الريسبونس هيدرز والستاتس عشان نقدر نطلع من عن طريق الهيدرز دي كلها نقدر نطلع الداتا اللي احنا محتاجينها. وهنا بعمل له الريسبونس بتاعنا اوتو ديتكت، طلع لي كل حاجه. فلو جيت عملت اكسكيوت للكلام ده كله زي ما احنا شايفين هنا كده، هو طلع لي داتا. الداتا دي طبعا لو انا كشخص مثلا ماشي مش فاهم اي حاجه في الحاجات دي كلها، اقول ايه الكلام ده كله، دي مش الداتا اللي انا عايزها، مش هو ده الاوتبوت اللي انا محتاجه. فهنا هنخش على المرحله اللي بعدها اللي هي الاكستراكت يو ار الز. انا عايز يطلع لي اليو ار الز بتاعت العيادات دي او الدنتست دول، يطلع لي اليو ار ال بتاعت كل الحاجات دي كلها ويسيبها لي عشان اعرف عن طريقها اطلع اي حاجه انا عايزها كاسم كايميل او كحتى العنوان او رقم التليفون. هنا في الكود بتاعنا باخد الانبوت بتاعنا اللي هي الداتا، كل الحاجات اللي هو رجعها لي دي كلها، بديله حاجه اسمها regular expression، وبعد كده بديله الويب سايتس ده اللي هو الاوتبوت اللي انا محتاجه. انا هنا بعمل regular expression عشان يطلع لي كل الويب سايتس اللي انا محتاجها، اي حاجه اولها HTTPS ده بالنسبه لي انا الويب سايت، فعشان كده بقول له طلع لي كل الويب سايتس بتاعتي. فانا لو جيت عملت اكسكيوت هنا هيطلع لي التيبل. لو جينا بصينا هتلاقي طلع ان هو 170 ريزلت، 170 ايتم في 170 ويب سايت. بس لو احنا هنا جينا بصينا هنلاقي ان في اغلبيه الويب سايتس دي كلها انا مش عايزها. انا مش عايز اي حاجه فيها جوجل، مش عايز اي حاجه فيها جوجل، مش عارف اي بي ايز جي بي مش عارف ايه الحاجات دي كلها، سكيما دوت ارج، الحاجات دي كلها انا مش محتاجها. ان كل الكلام ده كله مفيش دكتور عامل ده الويب سايت بتاعه. البيانات اكبر من كده بكتير جدا، وهتلاقي لو جينا قعدنا نبص هنلاقي في حاجات كتير جدا احنا مش محتاجينها. طيب لو جينا بعضنا نبص ان كل الحاجات دي كلها انا مش محتاج الفيسبوك دوت كوم، الحاجات دي كلها مش عايزها. بس مثلا لو جينا بصينا هنا هنلاقي شايني وايت دوت كوم ده لو انا جيت فتحت الويب سايت بتاعه هنلاقي ان فعلا دي عيادات دكتور اسنان. ولو جينا بصينا في المكان بتاعه مثلا هنلاقي العنوان وهنلاقي له الايميل او الحاجات بتاعته، هنلاقي ان هو مكتوب هنا فعلا في دي فرع في التجمع الخامس اللي هي القاهره الجديده زي ما احنا عملنا في السيرش بتاعنا. فده اول جزء من الجزء اللي احنا الداتا اللي احنا مستنيينها، فده كويس. احنا عايزين نفلتر كل حاجه، عايزين بس الحاجات دي كلها. زي ما احنا شفنا الريزلتس بتاعتنا طلعت في القاهره الجديده بس 170 ايتم. طب احنا هنفلتر الكلام ده كله ازاي؟ هنعمل اكسكيوت لنود اسمها الفلتر اللي هي هنا. لو جينا عملنا سيرش هنلاقي فلتر، لو جينا فتحناه هيفتح لنا ده
هنقول له الفلتر تفلتر لنا اي حاجه في الويب سايتس دي كلها، شيل لي اي حاجه فيها كلمه سكيما، فيها كلمه جوجل، فيها كلمه جي، فيها كلمه جي ستاتيك، وايا كان الفلتر اللي انا محتاجه هقول له طلعه لي، طلع لي الحاجات دي كلها من الريزلت بتاعتي. لو جيت عملت اكسكيوت للسيت اب بتاعنا او الستاب بتاعتنا، هنلاقي ان هو هنا فعلا طلع لنا الداتا اللي احنا هنبتدي نحتاجها. احنا محتاجين شايني وايت. طب لو انا هنا عايز اقول له مثلا برضو شيل لي اي حاجه فيها فيسبوك، فانا هنا برضو نفس الكلام، هدراج ادروب هنا، بعدين هقول له string it's not او doesn't contain فيسبوك او فيسبوك بس. ولو جيت عملت اكسكيوت تاني هنا، بدل ما كانوا 20 بقوا 19، فانا كده قللت شويه. وعلى حسب طبعا الداتا بتاعتك والمكان اللي انت فيه تقدر تعمل فلتر لحاجات تانية. طبعا زي ما احنا شايفين هنا في حاجات فيها دوبليكيتس وحاجات، الحاجات دي كلها برضه احنا عايزين نشيلها. بس على الاقل احنا شفنا هنا في الداتا بتاعتنا من 170 ايتم ل 19 ايتم، احنا كده فلترنا كل الاماكن في التجمع الخامس. الناس اللي مسيفه على جوجل الداتا بتاعتها، احنا كده نقدر نكستراكت الداتا اللي احنا عايزينها. وبعد كده هنخش على الخطوه اللي بعد كده اللي هو ريموف دوبليكيت. ريموف دوبليكيت برضو هنا لو انت عملت هنا ريموف دوبليكيت في النودز هتلاقيها ان احنا موجوده. لو دوست عليها مش ما فيهاش اي كود، ما فيهاش اي حاجه خالص. كل اللي انت هتعمله ان انت هتختار ريموف ايتم ريبيتد within current input والاول فيلدز. ولو عملت اكسكيوت بدل ما احنا كنا 19 بقينا 16 عشان كان في 3 أو 4 متكررين غالبا اللي هي الاليت. وبعد كده انا هنا انا عندي 16 ايتم عشان انا بدور على دنتست. ما اظنش ان في دنتست كتير جدا عاملين ريجستر، بس لو انت بتدور على ليدز في اي حته تانية في اي حته في العالم، في امريكا في اوروبا او الحاجات دي كلها، الناس دي تبقى مسيفه الداتا بتاعتها اكتر على جوجل علشان عايزين الناس توصل لهم اكتر. بس انا هنا عندي 16 ايتم بس او 16 ويب سايت جوجل. لو انا جيت بصيت على دوله تانية او في اي حته في العالم تاني ممكن يجيب لي الداتا اكتر من كده. طيب انا عشان مش عايز احط الاي بي بتاعي بتاع السيرفر بتاعي يتعمل له بلوك من عن طريق جوجل، فانا هضطر بس دلوقتي هعمل ليميتيشن ان هو يجيب لي بس اول 15 او هيجيب لي مثلا اول 10. خلينا نتكلم في 15 عشان ده مش هيعمل لاج قوي. بس لو انت بتتكلم على داتا كبيره 500 ايميل او 1000 ايميل او فيما ذلك اكتر من الحاجات دي كلها، تقدر تستخدم البروكسي في السيرش بتاعك في الايتم بتاعت الويب او الاتش تي بي. هتلاقي في الاد اوبشنز هنا تقدر تاد بروكسي. لما تيجي تاد بروكسي ده معناه حتى لو اتعمل له بلوك مش مهم ان الاي بي ده اصلا كده مش بتاعك، تقدر تعمل اكتر من اي بي. فهنا هنفلتر هنقول له خلاص هات لي اول 15 واحد تمام. وبعد كده هنخش على السيستم السايكل اللي بعدها ان انت هتلوب اوفر الحاجات دي كلها. انا عايزك وسط الويب سايتس دي كلها بتدخل لي على كل ويب سايت تعمل لي تجيب لي اكستراكت الداتا. عايزك تجيب لي الايميل بتاعي بتاع الشخص ده من جوه، او رقم التليفون او الاسم والايميل او العنوان ايا كان الحاجه اللي انت عايزها. خلينا نتكلم في الايميل دلوقتي عشان دي بتبقى اسهل حاجه متسجله. اول حاجه انت بتدخل تعمل لوب. لو احنا جينا عملنا لوب هو هيدخل هنا، ده اللوب اوفر ايتمز، بتعمل باتش سايز بتخش على كل واحده لوحدها. لو احنا هنا جينا بصينا هتلاقي بيدخل على اول واحده. لو انا جيت عملت هنا سكراب للحاجه السكراب للسايت نفسه، ده هيدخل هيجيب لي برضو نفس كل البيانات بتاعت الويب سايت نفسه اللي انا عايزه. بس لو بصينا هنا هنلاقي ان في داتا فيها حاجات بس احنا عايزين الايميل نفسه اللي هناخده من الداتا دي كلها. هو هنا جاب لي ستاك، انا محتاج الايميل نفسه من الستاك. فاحنا هنا بعدها هنخش الخطوه اللي بعدها، هيويت ثانيه واحده علشان يدخل على السايكل اللي بعدها. وبعد كده هنرن الاكستراكت ايميل تمام. وانا هنا لو جيت بصيت هتلاقي ان هو هنا معمول في الاكستراكت ايميل، ودايما بيقلاو ان في اوتبوت هيطلع لي. هو بياخد الداتا دي كلها بيفلتر كل نفس الفلتريشن اللي احنا عملناه قبل كده، بس هنا بنفلتر الداتا بتاعت او ال HTML او الاندكس بتاع الويب سايت ده نفسه. بيجيب لي بقول له بس هات لي طلع لي الايميلات منه، فهو بس هيطلع لي الايميل منه. هو هنا طبعا لقى ان في ايرور، ان هنا مفيش cannot read property. بس احنا لو عملنا هنا لو عملنا الداتا دي اكتر iteration اكتر على اكتر من ويب سايت او اكتر من
اكتر من موقع عيادات، هيجيب لي داتا اكتر. زي ما احنا شفنا هنا، احنا هنا خلاص كده بخليه يعمل اتريت بعد ما دوست على النود الثانيه بتاعت دن، فهو هيدخل على اللوب، هيفضل يلف عليهم كلهم عشان يعرف يسكراب الداتا. زي ما احنا فاكرين، احنا كنا في الليميت بتاعنا حاطين 15 انبوت بس، فهو كده هيلف 15 مره. هو لف دلوقتي 8. هخلص وارجع لكم تاني. بعد ما بيعمل اكستراكت كل ده، بيعمل اكستراكت الايميل، بيخش جوه الويب سايت، بيلف اللفات بتاعته عشان يعرف يجيب لي الداتا اللي انا محتاجها. لف 12 مره، 13 مره، 14 مره، 15 مره كده، رجع لي كل الداتا اللي انا محتاجها. طيب الداتا اللي انا محتاجها دي كلها، بعد ما هيدخل هنا هيستنى 5 ثواني. read property that's fine. بعد كده انا عايزه يعمل لي فلتر لكل الداتا اللي جايه. لو عملت execute للستاب دي، هيعمل اي فلتر للكونديشنز بتاعته، ان في ايميل. انت خلاص، انت معظم الداتا اللي جات لنا يا اما فيها ايرور يا اما فيها ايميل. طب انا عايزك تعمل لي اكستراكت للداتا دي كلها. فهو هنا طلع ان في من 15 راوند او من 15 داتا اللي جات لنا، لقى ان في 4 ايميلات بس. زي ما احنا هنا شايفين، info@دكتور موسى عبد الناصر، دي الداتا بتاعته. وفي بقيه الحاجات كلها ادت لنا ايرورز، ان الداتا نفسها مش موجوده. احنا مش مهم الحاجات دي كلها نعملها ديسكارد، احنا بس محتاجين الايميلات بس اللي جات لنا من الداتا دي كلها. وبعد كده هنعمل سبليت اوت، هناخد الحاجات اللي فيها ايميلات بس. انا محتاج خلاص، احنا عملنا فلتريشن للداتا بتاعتنا، قلت له شيل لي اي حاجه تانية غير الايميلات اللي جات لي. لو في جالك ايرور ارميه، انا عايز بس الايميلات. فهو هنا جاب لي الداتا. وبعد كده هرموف الدوبليكيت، اي ايميل متكرر ولا حاجه. ان سامتايمز الناس في الويب سايت بتكرر الايميلات بتاعتها. بنخش على الفاينل، بنسيف الايميلات دي كلها في الجوجل شيتس بتاعنا. لو احنا هنا رحنا بصينا على الجوجل شيتس بتاعنا، هنلاقي ان طبعا في ايميلات هنا متسجله، بس الحاجات دي كلها احنا ما شلناهاش من الفلتريشن. فمثلا زي الويب سايت ده احنا ما شلناهوش من الفلتريشن، هو جاب لي الداتا بتاعته. بس لو جينا هنبص هنا، هنلاقي ان هنا في مثلا في دكتور محمد منير بتاع عياده اليت دنتال كلينيك، ده رجع لنا الداتا بتاعته. في دكتور تاني احنا شفناه مش فاكر فين، بس المهم ما علينا، ان هو هنا بيرجع لنا الداتا اللي احنا محتاجينها. وزي ما احنا شفنا، المكان نفسه او المنطقه نفسها بتفرق من مكان لمكان. لو انت في القاهره الجديده، لو انت في دبي، لو انت في جده، لو انت في اي دوله عربيه، لو انت في الجزائر، في العراق، في المغرب، في اي دوله من الدول العربيه، تقدر على حسب الدوله دي نفسها بتركز الداتا بتاعتها ازاي. طبعا اغلبيه الداتا هتلاقيها مثلا اكتر زي ما قلنا لكم في الناس اللي بتبقى مركزه على البيانات بتاعتها محطوطه على جوجل. ممكن تركز ارقام التليفونات، ممكن تجيب مطاعم او الحاجات دي كلها. فطبعا بنعمل سيف للورك فلو بتاعنا، وبعد كده بنعمل له من ان اكتف بنخليه اكتف، ونقدر نخليه اكتر من منطقه. لو انت عايز مثلا تجيب مثلا عيادات الاسنان في القاهره كلها، فانت عندك التجمع، عندك مدينه نصر، عندك مصر الجديده، عندك المناطق التانية، التجمع الاول الثاني الثالث، الحاجات دي كلها. تقدر تعمل ليست على جوجل شيتس بالمناطق اللي انت عايزها، تقدر تيتريت عليهم، تلف عليهم بمنطقه، بدل نيو كايرو مثلا تبقى مدينه نصر او مصر الجديده او الحاجات دي كلها. وبعد كده بعد ما تخلص الداتا دي كلها، لو انت عايز خلاص انت جمعت الداتا دي، الايميلات دي كلها. طب لو انت حابب تعمل كامبين ايميل او ايميل كامبين، هتلاقي برضو على البيج عندي في اليوتيوب ان انا عامل حلقه او ابيسود على ازاي تعمل unlimited ايميلز برضو ببلاش، من غير اي حاجه، من غير اي كود، من غير اي فلوس هتدفعها، برضو باستخدام الجيميل او حتى الاوتلوك او وات ايفر السيرفر اللي انت بتشتغل. وفي النهايه لو انت حبيت تعمل كوبي بيست للورك فلو ده، هتلاقيه ان انا هنزله بعد ما بنزل الحلقه في الكوميونتي بتاعتنا. بنزله في ريسورسز، تقدر تعمل له داونلود وتقدر تعمل له امبورت هنا في امبورت فروم فايل، وهتلاقيه عندك جاهز وشغال وكل حاجه. كل اللي عليك انك تعمله انك هتكسكيوت الورك فلو وتدخل الداتا بتاعتك اللي انت عايزها. زي ما احنا شفنا في الحلقه دي ازاي بنقدر نطلع الداتا بتاعتنا من غير اي فلوس ومن غير اي مجهود ولا اي حاجه خالص. ما تنسوش تتابعني على اليوتيوب، تعمل سبسكرايب، تشترك على القناه وتعمل فولو على الانستجرام. ولو انت حابب تنضم للكوميونتي بتاعتنا انها
ان شاء الله هتكبر ونزود فيها داتا كتير. ما تنساش تعمل فيها سبسكرايب ليها او تعمل جوين للكوميونتي. اشوفكم على خير، سلام. على اليوتيوب تعمل سبسكرايب تشترك على القناه وتعمل فولو على الانستجرام. ولو انت حابب تنضم للكوميونتي بتاعتنا انها ان شاء الله هتكبر ونزود فيها داتا كتير. ما تنساش تعمل فيها سبسكرايب ليها او تعمل جوين للكوميونتي. اشوفكم على خير، سلام.